متابعينا الاعزاء، اليوم راح اقول لكم اجمل لقطه واجمل يعني ضيافه صارت في البصره. طبعا البصره معروفين، نقلت لكم عن الضيافه والكرم، بس اليوم عبر حدود، اليوم تجاوز كل الحدود، اليوم فلش كل المقاييس. الشيخ فوزي يوسف اللامي اعلنها وفجرها 200 خروف، 100 ناقه من الجمل، عزيمه مفتوحه فري على الشط العرب، وجبه غداء الى الضيوف الى خليجنا العربي وكل اللي متواجدين في هذا المكان. خلينا نقول لكم الصوره وخلينا اصور لكم المكان، ابقوا وياي. هم بالقلب وفي العين، فاحنا مو بعيدين عليهم ابدا. يعني رسالتك للشعوب الخليجيه، للشعوب العربيه؟ اهلا وسهلا. البصره بصرتكم، والعراق عراقكم، ويا مرحبا بها. مو بس البصره، من الشمال من زاخو للفاو، هي يعني بلد الكل وبلد العرب وبلد العالم بالحقيقه. يا اهلا وسهلا بكل ضيف. شلون نشوف بطوله الخليج بالبصره في اول مره؟ الحمد لله ناجحه بامتياز، ونتمنى تصير احسن من واحسن من بطوله العالم بحيل الله. يعني القائمين عليها ابطال وبارك الله بهم، وعمل مشرف. طيب الاعزاء، هذا ما قاله وسمعتوه الشيخ فواز عن بطولة الخليج وعن الضيوف اللي متواجدين. فنكمل التصوير، ابقوا وياه. والنعم من شيوخ اهل البصره ما قصروا والله العظيم، ما شاء الله، كرم، ضيافه، سفره ما شاء الله. يعني انا قستها تقريبا بال 400 متر او 500 متر تقريبا، يعني بهالحدود. الاكل ما لذ وطاب، الفواكه والخضار، واكيد الحلويات، البقلاوه واخواتها، وكرم الضيافه وضحكه اهل البصره وشيوخها وناسها ما شاء الله. التصوير ما مغطي العزيمه هذه بصوره كامله، طبعا تصوير على قدي، انا مو مصور محترف بالمناسبه، بس هل قدرت اللي انقل لكم اياه الفرحه. احنا فرحانين كضيوف جايين لاهل البصره، فرحانين اكثر منهم كرمهم، خجلونا ضيافتهم بكلامهم، العسل ما شاء الله عليهم اهل البصره. والنعم منكم، رفعت راس العراق، والنعم منكم. بعدكم من هاي الطياره. الطياره ما جاي. هلا بكم، هلا هلا محمد، شلونك؟ شلون صاحب عامر حبيبي؟ براس والنعم طيب الاعزاء، شفتوا كرم وضيافه اهل البصره وشيوخها واطفالها ونسائها ما شاء الله. 100 ناقه من الجمل، 200 خروف قام بها الشيخ فوزي يوسف اللامي. مو غريبه على اهل البصره ولا على بليلام، والنعم منكم وربي يحفظكم. خليجي 25 بصراوي. تابعوني باللايف والبثوث المباشره بعد ساعه ان شاء الله، نقل مباشر للافتتاحيه مع لعبه العراق وعمان. تحياتي لكم.